السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب. تعالى نعمل مع بعض الترمس بقى تحفة جدا جدا. سلقناه كده وظبطناه وحطينا الملح بتاعه وحدقناه كده، حاجة تحفة جدا جدا. ما شاء الله، نص كيلو عمل لنا علبة محترمة حلوة جدا جدا، تكفي يعني وزيادة. ممكن تجيبي نص، ممكن تجيبي ربع، ممكن تجيبي كيلو 2 كيلو حسب عدد أفراد أسرتك. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. وكمان عملنا فطار ده وده الاتنين كده مع بعض، حاجة كده تحفة جدا جدا. مكرونة كده مبكبكة بالفراخ، حاجة جميلة جدا. وعصير كركديه وخروب والمخلل بتاعنا. فطار حلو جدا جدا، طعمه كمان كان تحفة. يلا بقى نشوف مع بعض طريقتها كده، كانت جميلة جدا جدا. كنت عاملة كده طبعا فطار تاني، كان كذا فطار كنت عاملاهم وانا بعمل الكحك والبسكوت، وده من ضمنهم. كل دوت قلت انزله قبل رمضان ما يخلص. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب. تعالى نخش على الترمس، بسم الله. لايك وشير وسبسكرايب للقناة ويلا بينا. ده الترمس اهوت، حطيته في حلة وهنزل عليه بالمية زي ما انتم شايفين وهرفعه على النار. اول بقى ما يبدأ ان هو يغلي معانا كده اهوت، بصوا بدأ ان هو كده يغلي اهوت ويظبط نفسه بقى. طبعا انا سايباه على نار هاديه وشغاله جنبه وبعمل شويه حاجات كده في البيت. عبال ما يستوي، مش مستعجله عليه ولا حاجه. هنا معانا كان خلاص بقى غلي كده واستوى، وبصوا بقى جميل جدا جدا اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. خلاص الحبايه معايا طالما إيه فردت نفسها كده، ومن الكرمشه اللي بقت فيها ولونها ظبط كده، استوت خلاص. خلاص كده الترمس معانا خلص. معايا صدر من الفراخ، صدرين كده قطعهم اتنين. هخليهم خالص من الجلد زي ما انتوا شايفين كده، وهقطعهم مكعبات ونشوف مع بعض اهوت كده قطعتهم. مش عايزه اطول عليكم الفيديو عشان دول فيديوهين في بعض. تمام، حطيت حله على النار ونزلت بشويه من الزيت يقدحوا، وهنزل بقطع الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اديها كده صدمه تتحمر معايا من الجنبين. اول ما تتحمر، وطبعا مش بوطي عليها النار عشان مش عايزاها تنزل ميه ولا تسرد ميه ولا حاجه، انا عايزاها تاخد الصدمه وتديني لون تحمير حلو. عشان خاطر لما انزل يعني اعملها في المكرونه بتطلع معايا حلوه ولونها حلو كده ومتظبطه. ما تنفعش تحطيها مسلوقه يعني. وبرده اللحمه احنا بنشوحها مع بعض. كده اتحمرت معانا وعطت لون حلو. نزلت كده ببصلايه متقطعه تقطيع عشوائي، هديها كده تحميرة. عايزة تفرمي البصل، عايزة تقطعيه صغير، براحتك. كده كده هتدوب معاكي في الشوربة. معايا ملح وفلفل وبابريكا ورق لوري، صباع قرفة، مكعب مرقة، وكركم. تمام، كده نزلت بيهم وقلبتهم تقليبة حلوة اهوت كده مع الفراخ. وبرده كل دوت الفراخ على النار بتتحمص معانا البهارات مع الفراخ مع البصلة. نزلت بتلات اربع معالق من الصلصة، هديهم تقليبة زي ما انتوا شايفين كده. وهزودهم مية عشان خاطر اسوي الفراخ بقى فيهم، ويبقى المية زايدة تسوية الفراخ. وفي نفس الوقت ان انا انزل بالمكرونة تبقى خلاص مش محتاجة ان انا احط عليها مية تاني. استوت معانا الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه كده وغليت واتظبطت. هنزل كده بالمكرونة بتاعتي عليها هيت، واديها تقليبة ونشوف مع بعض. المكرونة طبعا بتاخدش سوا قبل ما بتخش، يعني 3/4 سوا بتطفي عليها، لان هي بتكمل سواها في الصلصة. لو انت سبتيها شوية هتغرفي على طول، سوي سوا كامل واغرفي في ساعتها على طول عشان الصلصة والصوص بتاعها ما ينشفش معاكي. كده هي بدأت ان هي تغلي معانا. نزلت بقرن من الفلفل، بيدي تست حلو جدا جدا وطعم كمان تحفة. تمام، اديها تقليبه كده تستوي معانا بقى استوى الحلو ونغرف مع بعض. الفيديو بتاعنا لذيذ وجميل وخفيف، وعملنا فيه المكرونه وعملنا فيه العصير. طبعا ما نزلتش بيها، بس انا عملت كل العصير قبل كده معاكم ونزلتها لكم. وعملنا الترمس. كل سنه وانتم طيبين وبألف خير. استنوا فيديو جديد، مع السلامه.